خناقة ومشادة بيكشف عنها ابن نادي الزمالك كريم حسن شحاتة ما بين أوسيريو وما بين مدحت عبد الهادي وأحمد مجدي. كانوا هياكلوا بعض قبل ماتش بيراميدز ب24 ساعة. تحياتي لكل إخواتي وأخواتي الأهلاوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. كريم حسن شحاتة الزملكاوي بيقول حاجات الإعلام بيغض البصر عنها، بيقول كلام الإعلام المصري أو الإعلام الزملكاوي حتى لو عارفها ومتأكد منها وعنده الحدث بتفاصيله بيجهل أو يتجاهل إنه يتكلم في هذا الشق ويروح للناحية التانية. النادي الأهلي وكهربا وإمام عاشور واللعيبة بتاعت النادي الأهلي عملت وسوت، وكمان يقول لك الشناوي عمل وسوى وعبد المنعم ومش عارف مين، وكلام كتير ولوك ورط كتير من الاعلام الزملكاوي، سواء اسلام صادق، رضا عبد العال، احمد جمال، عفت نصار، محمد عبد الله، الشله اياها. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الكلام اللي قاله كريم حسن شحاتة وتفاصيل الخناقة اللي حصلت ما بين مدرب نادي الزمالك وما بين اللفندي التاني واللفندي التالت. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو، وتعالوا لي مرة أخرى عشان نتكلم كلمتين قبل ما ننهي الفيديو. بس وانت بتتفرج على الفيديو أخويا وحبيبي الأهلاوي وأختي المحترمة الأهلاوية، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو. أول مرة تشوفوني، أول مرة تخشوا قناتي، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الإشعارات عشان ما يفوتكمش أي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناة كل الأهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الخناقة والفضيحة اللي حصلت في قلب نادي الزمالك ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. قبل ماتش الزمالك وبيراميدز بيوم حصل مشادة ما بين اوسوريو وما بين كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن احمد مجدي. ليه؟ كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن احمد مجدي مش راضيين عن التشكيل اللي بدا بيه اللي كان هيبدا بيه اوسوريو المباراه. انا من جوه الفرقه يعني بقول لكم الكلام ده. احنا شفنا اوسوريو في ماتش الزمالك بدا بلعيبه والزمالك ما كانش كويس في الشوط الاول، وبعدين عمل 4 تغييرات بين الشوطين. اوسوريو الاداء اتحسن كتير لنادي الزمالك في الشوط الثاني. فالتشكيل ده كان كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن احمد مجدي معترضين عليه، كانوا عايزين الزمالك يعني يبدا بتشكيل يعني كويس غير اللي بدا بيه نادي الزمالك، فاختلفوا مع اوسوريو. حتى بيقولوا لي اوسوريو ساب المعسكر وجات في بيته وقال لهم انا والدتي تعبانه باينه او بتعمل عمليه فانا هروح، ورجع تاني يوم، وكانت العلاقه يعني مفيش كلام ما بين اوسوريو والمساعدين بتوعه حتى اثناء المباراه. طب ايه اللي حصل؟ الزمالك يعني الزمالك بدا وحش وبيراميدز بدا كويس جدا. الشوط الاول احنا تخيلنا ان بيراميدز ممكن يكسب 2-3 بعد الاداء المميز من بيراميدز، لكن في الشوط الثاني التغييرات ما برضه زي ما بنتقد اوسوريو هو بدا غلط. لا، التغييرات بين الشوطين راح منزل اوباما وراح منزل نبيل عماد دونجا وراح منزل ابراهيم انضاي، ونزل الرابع كان مصطفى شلبي. عمل 4 تغييرات قلب الماتش. الزمالك في الشوط الثاني في 12 دقيقه قدر يحرز هدفين وقلب الماتش، بقى الزمالك هو المتقدم، وبعدين رجع تاني بيراميدز في نهايه المباراه بهدف رمضان صبحي. كانت مباراه مثيره جدا. طب تقولوا لي مين اللي كسبان في المباراه دي؟ اقول لكم بيراميدز خسر نقطتين. ان بيراميدز كان قبل المباراه كلنا متوقعين ان بيراميدز يتفوق بسبب سوء حاله نادي الزمالك، ولما اتفرجنا بقى على المباراه لقينا ان الزمالك كمان كان ممكن يكسب ال3 نقط لو يعني الطرد بتاع محمود علاء ما حصلش وكان الزمالك تماسك شويه، لكن قدر بيراميدز يتعادل. ونقدر نقول ان الفرقتين خسروا نقطتين بس الزمالك فاز بنقطه. فهموها بقى كده زي ما تفهموها، الزمالك هو اللي كسب النقطه. ان الزمالك برضه بيلاعب فريق تقيل وعلى ملعبه، على ملعب بيراميدز 30 يونيو استاد الدفاع الجوي، ورغم ان الزمالك كان متقدم 2-1 في المباراه، لكن يعتبر بعد اللي احنا شفناه ان الزمالك كسب نقطه وكان ممكن يكسب ال3 نقط. طبعا اسلام صادق عمره ما يتكلم في موضوع زي كده، ولا احمد جمال ولا محمد عبد الله ولا عفت نصار ولا اي حد يتكلم ان في خناقه حصلت والراجل ساب المعسكر بتاع نادي الزمالك ومشي علشان عايزين يفرضوا عليه طريقه لعب معينه، وهم المساعدين بتوعه او يعني المفروض ايده اليمين وايده الشمال المفروض اللي يبقوا في ظهره، مش يقفوا يتخانقوا معاه حتى لو هو بيبدأ تشكيل خاطئ او بيلعب بطريقة لعب مفتوحة او بيلعب بطريقة لعب ممكن تكبد نادي الزمالك او تخلي نادي الزمالك يدخل فيه اهداف.
فالراجل قال لهم انا والدتي تعبانه، بعد ما شدوا مع بعض شده جامده عشان يفرضوا عليه اسماء معينه وتشكيل معين يبدا بيه. وطبعا في شليه في نادي الزمالك زي ما حضراتكم عارفين، وفي ناس بعينها بتقود بعض الاشخاص في النادي للتمرد مره، وان هم يلعبوا اساسيين مره، وحاجات من اللي حضراتكم عارفينها. لكن الاعلام الرياضي فينه من هذا الامر؟ ولا الهوا، ولا تلاقي حد بيفتح بقه ولا يتكلم ولا يقول لك حصل في نادي الزمالك كذا ولا كذا ولا كذا. لكن يكذبوا ويقول لك ده كهربا توقع عليه غرامه، على الرغم ان ما فيش اي غرامات وقعت على كهربا. يقول لك ده حصلت خناقه ما بين الشناوي وما بين امام عاشور، ولا في خناقه ولا في غيره. يقول لك ده الشناوي اتخانق مع عبد المنعم وعنفه واداله مش عارف ايه، والكلام ده كل ده بعيدا عن اللي حضراتكم بتشوفوه في الساحه. طب هات لنا يا عم تسجيل للخناقه، لا ما عنديش. طب هات لنا فيديو للخناقه ان هم اتشدوا مع بعض او ضربوا مع بعض او لا، برضو ما فيش. لكن لما يبقى في حدث زي كده، وثق تماما لما الحدث ده بيطلع من قلب او من بق واحد زملكاوي، اعرف ان هو صحيح 100%. عارفين لو شوبير اللي قايل الخبر ده او اعلامي اهلاوي، الزملكاويه هيقول لك ده كذاب، ده مدلس، ده بيعمل، ده بيسوي. لكن الكلام ده لما بيطلع من ابن المعلم حسن شحاته، وبالمناسبه كريم حسن شحاته بيحب نادي الزمالك، وبالمناسبه كمان مرتضى منصور مش قاعد في نادي الزمالك علشان كريم حسن شحاته يضرب اخبار فيك، يعني غيظا او نكايه في مين؟ في مرتضى منصور. مرتضى منصور مش موجود، يعني الحدث ده حدث بالفعل، وهاتوا حد يكذبه. ولكن الاعلام الرياضي في مصر فينه من هذا الامر؟ اون تايم سبورت او اون تايم زمالك او لوسي سبورت كما يحلو للدكتور علاء صادق ان هو يناديهم باسم لوسي، فينهم من الخناقه اللي حصلت دي؟ مش هتلاقيهم حد بيتكلم ولا بيقول حصل كذا ولا حصل كذا، لان هم موجهين البوصله بتاعتهم واتجاههم هو ناحيه النادي الاهلي فقط. يا ريت حتى يقول لك اخبار النادي الاهلي بالصدق او باحترام او باحترافيه، لا ده يالف كلام ويالف كذب وكذبه ورا كذبه ورا كذبه علشان يعمل مشاهدات، وعلشان يعمل اسقاطات، وعلشان يعمل بلقمته او يعمل بلقمه الناس اللي هو جايبها علشان تشتغل وتهدم في النادي الاهلي وتهد في النادي الاهلي، علشان هم مش قادرين ينجحوا زي النادي الاهلي. شايفين فريقهم بيقع وبيقع تاني، وبيقوم وبيقع 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 وبيقع، ملوش قومه. لكن النادي الاهلي زي الفرس الجامح وعارف طريقه، فهم بيحطوا له العراقيل علشان يوقعوه. اشاعات مره، خناقات مره، اسلوب رخيص مره، ان هم لما يبقى في خناقه في الملعب ولا مشاده في الملعب يقول لك ده المفروض يحصل كذا وكذا، وعلى الجانب الاخر سايبين نادي الزمالك ويغضوا البصر عن كل شيء. حتى الخناقه اللي حصلت بين الزمالك وما بين بيراميدز، الاعلام لا ارى لا اسمع لا اتكلم. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.